اكيد نتوما تاني وصلكم خبر زواج هشام كوك. واحد يقول هشام كوك تزوج على مرته ما تقبلتش الامر وطلقت. واحد يقول هشام كوك طلق مرته وعاود الزواج. واحد يقول هشام كوك ومرته متفاهمين على هذه القضيه باش يديروا البوس فقط على مواقع التواصل الاجتماعي. كل واحد وش راه يهدر، وكثرة الهضره على هذا السيد مسكين. بالك هذه ضريبه الشهره. بما انه انسان مشهور قضيته شاعت وكاع الناس راهي تهضر عليه وكاع الناس ركبت الموجه. لو كان دارها انسان عادي تفوت القضيه انا بيرسو. دايوغ الزواج من بكري كاين والطلاق من بكري كاين وماهيش حاجه جديده. والسيد حتى درك ما هدر ما تكلم ما صرح على الموضوع، يعني ما راهش باغي يهدر على ما راهش باغي. حنا السيد عرفناه هشام كوك عرفناه كصاحب قناه يقدم محتوى طبخ، عرفناه في اطار الوصفات، من بعد ربي فتحها عليه قناته كبرت، حل مطعم تاع المشاويع، من بعد حل سلسله مطاعم، من بعد بان في قناه تلفزيونيه. الله يعاونه والله يزيده. من الاول السيد عرفناه في اطار طبخ، ما عرفناش في اطار يعني محتوى تاع يشارك مع الناس لا في بريفي تاعه، ولا يشارك معنا حياته الخاصه، ولا يحكي لنا على اموره الشخصيه ولا زواجه ولا طلاقه ولا. وكما قلت لكم من بكري كاين الزواج ومن بكري كاين الطلاق. والبيوت اسرار يا ناس، اتقوا الله، البيوت اسرار. كل واحد يعرف دره غير وحده، وبالك سبحان الله امور شخصيه ما ينجمش يحكيها وما راهش مجبر يحكيها للناس. وما تنسوش احنا ناس مسلمين، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. تاني كاين حديث شريف واحد اخر يقول من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني حاجه خاطيتنا ما ندخلوش فيها. السيد هذه حياته الشخصيه احنا عرفناه وبغيناه في اطار الوصفات وتبعناه، تبعنا قناته، تبعنا وصفاته، تبعناه في محتوى معين، ما نروحوش نبشوا له في حياته. هاد الصوالح راهم يضروا يا ناس، الا ما ضروش هو يضروا الزوجه تاعه، يضروا ولده. خموا في الناس كثرتوا عليه الهضره السيد، تقول غير هو تزوج يا تبرادي شتوى هذا كلاوه مسكين. ومنا والهضره عليه ما غاديش تحبس الهضره عليه حتى يجي موضوع واحد اخر تاني يسكت الناس عليه. انا نشوف من الانسب لو كان كل واحد يقابل صوالحه يخليه في حاله، ويخلي كل واحد عنده مشاكله، كل واحد عنده حياته الخاصه، والبيوت اسرار. اذا كان هذا الشيء صحيح يعني خبر زوجه ثانيه ولا طلاقه ولا مانيش عارف اش تدار، ما تضرهش هذا الشيء كما تضره الهضره اللي كثرت عليه. تقول غير هو راه في الجزائر. رانا ملي سمعناها راه غير هشام تزوج، هشام طلق، هشام طلق مرته، هشام عاود الزواج على مرته، هشام كوك، هشام دار، هشام فعل. تقول غير هو راه في الارض. وانا هذا السيد ما نعرفاش معرفه شخصيه وما عندي حتى علاقه معاه لا من بعيد ولا من قريب، بصح غادني الحال عليه. الانسان تاني يسمي على بلاص دي زوتر. حطوا رواحكم في بلاصته. لو كان اي واحد منا راه معرض انه يصرى له موقف كيما هكا، وحتى واحد ما يبغي يكون سيرته على كل لسان، اللي يسوى واللي ما يسواش قاعد يهضر على هذا الموضوع. خلونا كل واحد يقابل صوالحه، وكل واحد يهتم بشؤونه ويطور نفسه، خير له من اخبار الناس. انا راني هنايا وجدت الخبز تاعي، راني عجنته كما راكم تشوفوا، ما عجنتهش بلوتو غير خلطته وقعدت نخبط فيه، ندخله في الهواء، خليته خمر المره الاولى، ارتاح شويه واحد 10 دقائق، وعاود جبته عاود خبطته للمره الثانيه باش ندخله الهواء، وعاود خليته في مكان دافي واحد 15 دقيقه، وعاود خبطته للمره الثالثه. وراني قطعت الخبيزات تاوعي راني نقرص فيهم. استعملت السميد الرطب، درت خبزه صغيره وخبزه كبيره، وراني نوجد في حشايه. اليوم راهم عندي ضياف، قلت منها نوريكم روتيني تاع تحضير العشاء وكيف فوت عشايا وكيف فوت التحضيرات نتاعي. ومن جهه رانا نهضروا على موضوع الساعه. راني في شحال ما درتش خبز تاع الكوشات، شهيته في هذا البرد، قلت ما غاديش نشري الخبز، غادي نحضره في الدار. وبالنسبه للعشاء درت حريره هنايا ليه لاسوب كانت عندي في الكونجيلاتور، جبتها درتها تغلي، قومتها تشيشه وراس الحانوت وقصبر. طريقتي في التحضير الحريره ان شاء الله غادي نحطها لكم بالتفصيل الممل تشوفوها مع اللي رمضان ان شاء الله راه قريب. وبالنسبه للدوزيام بلا كما راكم تشوفوا هنايا درت محمر باللحم الخروف. وسلطه درت سلطه اون سالاد فاريي درتها في الكؤوس. خلطت سلطه في ليفيرين، درت طبقات تاع قمح خلطته بالمايونيز والطون، طبقه تاع جلبانه فايره، وطبقه تاع زروديه، وموس الفرماج من الفوق. ودرت هنايا غولي تاع الدجاج بالفرماج وصلصه بيضاء والحلو. درت برقوق وتفاح، درتهم غير هكا طايبين في انسيغو. كان هذا عشاء اللي حضرته لضيافي لنهار اليوم. وانتم احبابتي اذا عجبتكم لا فيديو تاع اليوم ما تنسوش تخلوا لي جيم وتعليق وبارطاجوا الفيديو مع العائله والاصدقاء لتعم الفائده على الجميع. تهلوا لي في رواحكم، ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير، والى اللقاء في فيديوهات اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.